السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده السبت، النهارده 10 يوم من رمضان. يا رب يكون رمضان سعيد عليكم. حابه اشكركم على التعليقات الجميله جدا اللي سبتوها لنا المره اللي فاتت والدعم اللي احنا شفناه منكم. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن سيده عائشه. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. جاهزه النهارده لعائشه؟ ان شاء الله طبعا. احنا متحمسين جدا، بقالنا كتير محضرين لها. اتفضلي حضرتك. عايزين نتناول سيرة السيدة عائشة و يعني حياتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وازاي نستفيد منها في حياتنا اليومية. ايه الدروس اللي نتعلمها منها في حياتنا اليومية بحيث ان حياتنا تبقى افضل ان شاء الله. اول حاجه، هي الفرق ما بينها وبين سيدة خديجة إن كان سنها أصغر بكتير من سيدة خديجة. فأول حاجة هنتكلم عن فرق السن أو سنها أو زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منها وهي صغيرة. سبحان الله، دي كانت حكمة من الله سبحانه وتعالى، لأن كل واحدة، سواء ستنا خديجة أو ستنا عائشة، كل واحدة منهم كان لها دور قوي جدا في تدعيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تدعيم الدين ووصوله لينا بشكل اللي احنا بنستمتع بيه لغاية النهاردة. ستنا خديجة كان دورها هو الدعم لهذا الدين وإقامته، والحمد لله قامت بالدور ده على أكمل وجه. أما دور ستنا عائشة فهي كانت امتداده لما بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الفرق بين الحياتين: الزوجة الأولانية كانت بتقدم الدعم والمساندة، والزوجة الثانية كانت إنها الصغير عملت امتداد لحياة ما بعد الرسول، لأنه هو توفى طبعا قبلها، فهي كملت المشوار. م-م. فكان دي حكمة في حد ذاتها. كنت سمعت حاجة قبل كده إن النساء في أوروبا لما بيبلغوا بيبقوا أكبر بكتير من إن هما النساء اللي في الجزيرة العربية، لأن الجو، طبيعة الجو في الفترة ديت مختلفة. يعني الجو الحر بتبقى الست فيها بتبلغ بدري عن في سن أصغر عن الست اللي موجودة في أوروبا. اه فعلا الكلام ده صحيح، وثابت علميا. وثابت علميا ان حتى لغايه النهارده في بعض المناطق فيها البلوغ بيحصل بدري، وكمان عاده الزواج. يعني في بعض الاماكن ما كانوش بينتظروا حتى سن البلوغ، كان عاده الزواج في حد ذاتها كان من سن مبكر، وكانت دي عاده. المستشرقين كانوا بيطعنوا دايما في هذه النقطه، ونقطه زواج الرسول عليه الصلاه والسلام في مبكر من ستنا عائشه، وازاي راجل كبير يتزوج من يعتبر طفله. لكن الحقيقة إن واحد مستشرق كان عنده عدالة شوية في الحكم، وقال إن هو لما درس الموقف لقى إن في بلاد كثيرة جدا العادة دي موجودة، ولقاها إنها ما زالت إلى الآن مستمرة في شرق أوروبا، وهي عادة طبيعية جدا في دول زي أسبانيا والبرتغال وشرق آسيا. يعني هي عادة كمان آسيوية، مش بس إفريقية، ولا خاصة بالجزيرة العربية فقط. ولهذا فهو اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمل شيء عادي. والدليل على هذا ان ستنا عائشة راح يخطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت مخطوبة من واحد سابق، وده معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملش حاجة جديدة، عمل حاجة منتشرة. يعني مثلا عندنا هنا هو في القرى هتلاقي عادي خالص ان البنت مثلا تتجوز وهي عندها 12 سنة وتتجوز وهي عندها 13 سنة. فديت صحيح. حاجة مش غريبة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتجوز ستنا خديجة كانت أكبر منه. لما صح. اتجوز ستنا عائشة كانت أصغر منه، فكانت في سن زي ما يقولوا الطفولة. اه فكان ازاي كان بيتعامل معاها أو ازاي يحتواها أو ازاي هناخد من المعاملات اللي هو عملها ديت دروس للحياة النهاردة. دروس. أيوة، دروس لينا احنا، أو درس لكل راجل بيتعامل مع زوجته. اللي احنا عايزين نقوله انه اي راجل هو اللي بيقود السفينة، هو قائد السفينة، وعليه انه لما يختار واحدة للزواج يبدأ من حيث هي تكون. بمعنى لو كانت هي حسب سنها، حسب البيئة المتربية فيها، حسب عاداتها وتقاليدها، ما دام ارتضيت بها كزوجة ليك، ابدأ من حيث هي تكون. لو كانت بسيطة وأفكارها بسيطة وتعليمها بسيط وثقافتها بسيطة، ابدأ من عندها ونميها. وده اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام. اتزوجها طفلة باعتراف الجميع، ولكن نمى ستنا عائشة تنمية جعلت منها فقيهة ومفتية ما بعده لمدة 46 سنة بعده. فأذن الرجل عليه أنه ينمي المرأة، يساندها، يدعمها، يعني يحتويها.
يحتويها، يزودها علم وثقة في نفسها، تقوم هي تكمل. والدليل على كده انه كان يعني حتى لما بنتكلم عن كيف كان يعامل زوجاته، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لطيف في المعاملة. كان لطيف، وما كانش حتى لو في زوجة عملت أخطاء كان لطيف في حتى إنه يعاتبها، أو كان بلطف بلطف بلطف. فكانت المرأة هنا الزوجة بتتقبل هذا العتاب لانه لطيف. وبنناشد برضو ان الزوجه لما زوجها حتى يقوم بغلط، او يشتري حاجات ما كان لهاش لازمه، او يشترك في مشروع ويطلع ما نجحش، تكون لطيفه في التعبير، لطيفه في النقد، يعني حتى لو عايزه تنتقد الفكره لكن برحمه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا نتعامل ازاي مع بعض كازواج. الفكرة هنا واحلى حاجة ان هو ما تفهش من الحاجات من الاحتياجات اللي هي عايزاها كطفلة. احنا دلوقتي لو مثلا قالت له انت مش مهتم بيا، ما بتتكلمش معايا، فيقولها ايه التفاهة ديت، والله يعني اجباري، احنا كبرنا على الحاجات دي. فالحلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع احتياجاتها بطريقة حلوة، وزي ما حضرتك بتقولي ان هو بعد كده هو نماها. وده كان بيلعب معاها، شوف الجو الجميل اللي كان عامله. طيب كان في نقطة تانية حضرتك اتكلمت عليها المرة اللي فاتت، ان هما لازم هما الاتنين يكونوا مكملين لبعض، نفس الرؤية او نفس الحاجة عشان الجواز دوت ينجح. وعلى ما اعتقد هو ده كان موجود ما بينهم هما الاتنين. اه طبعا، علشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام كان نسليها، وكان بيحكي لها مشاكله، بيقول احكامه وبيقول سننه قدامها، فكان بيشاركها. فهي بقت جزء منه، يعني بقت مكمله ليه، واتربت على ايديه، فقهت في الدين، وكان عندها إدراك عالي وذكاء قوي، فكانت بتحفظ عنه لأن كانت ذاكرتها قوية. ودي حكمة إنها تبقى سنها صغير، فهي استفادت جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما تعملش علينا هي صغيرة، هي ما بتعرفش، أنت مش عارفك، لا، كان بيشاركها. ودي أجمل حاجة ست لما بتلاقيها من زوجها بتبقى حقيقي متحمسة إنها تكون معاه. فلو كل زوج يشارك زوجته وكل زوجة تشارك زوجها هيعتبروا يعني حياة جميلة وهادية ومحترمة وكلها سعادة. قبل ما ندخل بقى على حادثة الإفك، عايزة بس أقول إن لو كل واحدة جمعت ما بين حكمة سيدة خديجة وصغر وذكاء سن أو ونباهة. ذكاء آه. ونباهة سيدة عائشة، هتبقى وفي نفس الوقت زوجة مميزة. جدا، وفعلا هتبقى الذكاء، والبراءة، عارفة يعني أيوة كطفلة. كطفلة، وبقت بتلعب وبتعمل، فهي كانت بتديله حاجات هو محتاجها كإنسان. م- ما هو الراجل بيبقى محتاج زوجته تلعبه وتلطفه وتهزر معاه، مش بس المشاكل والاحتياجات ومش عارف إيه. لا، كوني لطيفة، كوني ظريفة، م- كوني بتعطي، كوني حمولة عليه احيانا، هيلاقي معاكي الونس. هو مش عايز، وعايز من الحياة والمشاق اللي كان فيها، مشاكل الحروب والغزوات، يلاقي يدخل على البيت يلاقي واحدة بتلعبه وبتضحكه وتتحمل احيانا همه، تحمل م- معاه وتناقشه م- وتفكر معاه. دي يعني الاتنين كانوا عاملين فعلا لما يتحطوا مع بعض ويتجمعوا على ست واحدة، ست السيدة مميزة. م. مميزة. اه، الزوجة المميزة. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت حبه لعائشة بكتير جدا، إن هو احتواها، وإن هو صبر على غيرتها، وإن هو عمل حاجات كتير جدا عشانها. وكمان كان بيعلن للناس إن هو بيحبها. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال ثم أبوها. لو يعني زي لو هنمتحنها أو هنحطها في امتحان في حادثة الإفك، اتعامل معاها إزاي في الحادثة دي؟ والحاجة ديت مش سهلة على أي راجل. رغم الحادثة دي كانت صعبة جدا 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 على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها استغفر. جاية في عرضه وفي أهل بيته، وبالتالي مش بس عرضه وأهل بيته، كمان بتضرب في الدين نفسه، لأنه كيف هتأخذه من رجل زوجته عملت كذا وكذا، فاهمة إزاي؟ فكانت الموضوع كله كله صعب عليه جدا اكتر. وكان صعب على ستنا عائشه لانه بتتهم فيه اغلى حاجه عند المراه. وكان صعب على سيدنا ابو بكر وزوجته لان دي بنتهم. فالحادثة باختصار والناس كلها تقريبا عارفاها، إن خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وهم راجعين في وقت الراحة راحت تقضي حاجتها، اكتشفت إنها وقع منها، رجعت تاني لمكان قضاء الحاجة تدور على العقد. على ما لقيته ورجعت لقيت إن القافلة اتحركت، مشت. ومحدش أخد باله إن ستنا عائشة مش في الهودج. فصبرت وقالت هقعد استنى. سفيان، ايوه، ده رجل كان دايما بيبقى في مؤخرة القافلة على اساس ان هو وهو ماشي يلاقي اي حاجة اتنست ياخدها، فوجد كومة كده العباءة السوداء. المهم افتكر انها حاجة، المهم لما اقترب منها لقاها انها السيدة عائشة. فمن غير ما يتكلم معاها
قالت له راح يعني مشت عن القافله وانا بنتظرها. م- قام قال لها، راح نازل من على البعير بتاعته وركبها، وكان ماشي بظهره بيجر البعير، وليس ولا يراها ولا تراه ولا تكلمه ولا كلمه طول الطريق. م- وفضلوا ماشيين. القافله بقى طبعا بتاعت الاساسيه الكبيره وصلت لمكان تاني، وبداوا يعملوا يحطوا رحالهم عشان يرتاحوا. م- فاكتشفوا بقى غياب ستنا عائشة، ومن هنا فضلوا يدوروا عليها. فهذه الأثناء كان وصل بيها هو لغاية المكان، م. وبدأت تنزل. لما الناس شافوها بقى، اللي هم المنافقين وأعداء الإسلام، جاية مع سفيان. سفيان، ان لما جت معاه على قافله وجايين على وش الفجر تقريبا، يعني الناس بقى اللي عايزه تعمل حاجه اساءوا الظن بيهم وبداوا ينشروا هذا الكلام. هي ما عرفتش ولا سيدنا رسول الله عرف. استوسف. لا، لكن لما وصلوا للمدينة، ستنا عائشة كانت منهكة ومرهقة من الرحلة، لأنها أصلا كانت ضعيفة يعني قليلة كده. م- فتعبت في هذه الأثناء. الكلام وصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. م- فطبعا أساءوا جدا، م- أساءوا جدا، وشايفها تعبانة. فطبعا من لطفه وحكمته ما يقدرش يعاتبها ولا يكلمها في حاجه هو مش متاكد منها، فبقى يبص عليها. بس كل ما في الامر ما كانش يعني هو من عادته انه كان يلاطف زوجاته وخاصه عند مرضهم. لقيته بيقول ماذا حال اهل البيت؟ الخادمه تقول بخير يا رسول الله، خلاص يكتفي بهذا الكلام. مش من عادته. فيها لاحظت ان في معامله كده جافه. المهم بعد شويه قامت من عياها ونزلت تقريبا عند بير علشان تغتسل او حاجه زي كده، فقابلت واحده اسمها ام مصطح. م. وام مصر كانت ماشيه مع الستين عائشه، وعمل. اتعثرت في عباءتها. م- قالت تعس مصطح. فالستين عائشه قالت لها يا اتقي الله، ده مصطح من الناس اللي شهدوا بدر. فاستغربت ام مصطح وقالت لها بتدافع عنه وهو اتكلم عنك؟ قامت قالت لها اتكلم عني قال ايه؟ م. قامت قالت ان هو اتهمك في صفوان. شر. اه، في م- شرفك في صفوان. اه. فقالت لها احق هو؟ يعني نعم. م. قالت لها وبلغ رسول الله هذا الكلام؟ قالت لها استوسف. نعم. م- طب وابي وامي؟ قالت لها نعم. م- فانهارت. راحت البيت استاذنت رسول الله من غير ما تشوف شوف الحكمه هنا. هي م. كمان ما قالتلوش ايه الكلام ده، ما تصدقش لا لا لا، التزمت الصمت. وده وراحت. احسن حاجة لما الواحد يحس بظلم. برافو عليك، لان ما كانتش م- عارفه تتكلم. م- م- وكانت هي بتحترم برضو ازاي الكلام ده هيتقال، هي مش قادره تتخيله. م. فراحت قالت للرسول تأذن لي اتمرد في بيت استوسف. ابي؟ فأذن لها. م- فراحت البيت، وطبعا راحت سألت أهلها. قالوا لها نعم، م- الرسول يعلم والناس تعلم، وانتوا كنتوا تعرفوا؟ قالوا لها اه. م- فقعدت فترة عندهم في البيت أيام م- كتيرة، يعني يمكن حوالي شهر. وبعدين الرسول يعني حب إن هو يزورها. م. وكان متألم جدا، وكان الحادثة دي لما سمعها ما أخدهاش كده، ما أخدهاش بدأ يسأل مستوى. الناس اللي في البيت، شفتوا حاجة عن عائشة؟ بدأ يسأل سيدنا علي، م- علي بن أبي طالب. قال له ما شفت عليها إلا الخير. بدأ يسأل أسامة بن زيد متربي عنده في البيت. قال له ما رأيت عليها إلا كل خير. م- بقت سيدة الشغالة بتاعتها كل اللي قالته إنها لما بسيب لها العجين م- بتنام ويجي المعيز ياكلوه. كطفلة يعني طبعا. م- فما سمعش عنها أي حاجة تدل على، فهو مش عارف يقول لها إيه. م- ما فيش حد قال عليها كلمة غلط. فراح يزورها بقى في بيت أهلها. م. فلما دخل كانت مريضة جدا. فبقت يبص لها ومش عارف يكلمها، يعني متأثر. فهي وكأنها بتبحث عنه، انت مصدق الكلام ده؟ م. وبرضه من غير كلام. فقال اه. لها لو انت عملتي حاجة اه. استغفري ربنا، لو انت ما قال لها عملتيش ربنا هيبرئك. برافو عليك، هو قال لها كده لو انت بريئة هيبرئك الله. وراح ساكت وقاعد على السرير، وهي نايمة على السرير وهو قاعد على طرف السرير. وسكت فترة، وهي بقت ساكتة، والأم والأب واقفين محزونين على الموقف اللي هم فيه. وفجأة لقوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر بالخير، وبدأ يبتسم. وقال لها لقد برأك الله، لقد برأك الله. فإيه اللي حصل؟ قال سبحان الله. الوحي نزل علي بآيات قرآنية برأتك، اللي هي موجودة في سورة التوبة. فسبحان الله. فبدأوا أهلها يقول لها اشكري الرسول، فقالوا له لا، أنا هشكر ربنا، ربنا هو اللي اه، نصرني. الرسول زيها بشر، ما م- يعرفش، هو كمان ما كانش يعرف. م- لكن الله سبحانه وتعالى لما لقاهم تحملوا المأزق الشديد، ولما حد يخطأ في الآخر، ولما حد يتهم الآخر بشيء، احترام شديد في أقصى محنة ممكن صح. تمر بها مرأة وزوج.
م. يعني وزوجها، يعني هي موقف صعب. فبنقول ان من يتقي الله يجعل له مخرجا. الحلو طنط كمان ان هم بيعدي عليهم ابتلاءات وحاجات من ديت عشان يحسسونا احنا ان هم بجد بشر، عشان ما حدش يجي يقول لي مثلا انتوا قاعدين تقولوا انتوا عمالين بتعملوا اسقاطات عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، دول صحابة، لا هم دول بشر، دول كان بيحصل لهم ابتلاءات وبيحصل لهم حاجات صعبة وكانوا بيصبروا وبيحتسبوا وكانوا بيتعاملوا بأحسن حاجة، فاحنا ناخدهم قدوة، مش نقول خلاص دول صحابة هما ما كمان نعملش كده. ليه كان ربنا كان قادر ينزل الدين الإسلامي على ملاك، صح. ولكن هو ربنا نزله على بشر، نموذج بشري يتألم كما نتألم، يشعر كما نشعر، يحتاج كما نحتاج. م- م- طب وربنا عمل كده ليه؟ عشان نتعلم منه، م. عشان ناخد عن رسولنا. ساعات بتبقى الأزمات والابتلاءات بتبقى زي دروس أو محن، مش منح، منح لينا، أو حاجة بتعلمنا أكتر. يعني مثلا لما الواحد بيتعرض لظلم شديد جدا جدا وبيعدي الأزمة ديت بيقول والله لو كنت ما حصلتش التجربة دي في حياتي ما كنتش هبقى قوية كده، ما كنتش هبقى قادرة إن أنا أتعامل كده. حقيقي حقيقي. وبتختبر كمان معادن الناس، يعني الحادثة ديت بينت منافقين كتير جدا حوالين الرسول صلى الله عليه عشان كده في آية نزلت وقالت إيه؟ لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. فالآية دي كانت نازلة عشان تقول بالعكس، بالعكس دي عرفنا بيها من ساعتها المنافقين وسلم. اللي أشاعوا الكلام وتناقلوه، ومين اللي رفض الكلام فيه ورفض يسمعه. مش صح. هسمع الكلام ده، ومش بس مش هقوله، أنا مش هسمعه أصلا، رافض أسمعه. م- م. بتتكلموا عن مين؟ صح. فهنا حتى هنا بقى في حياتنا الشخصية، يعني الزوج لو جاله كلام عن زوجته من سنين، من سين صاد لام ايا كان اللي هيقول له، اوعى تغضب واوعى تغير معاملتك لزوجتك، او اوعى تشك فيها الا بدليل. ما عندكش دليل عاملها باحسن معاملة الا ان يثبت العكس. صح. والزوجة كمان، أي واحدة تقول لها أنا شفت جوزك، ما يمكن جوزك كذا، ما يمكن جوزك كذا، اتقي الله يا شيخة، اتقي الله. م- م. وعلى الزوج العاقل والزوجة الفقيهة إنها ما تاخدش الكلام ده وتخليه يغلي في صدرها م- م. وتبدأ تعمل منه سلوكيات. ده هو على طول الدنيا بتتآكل والطلاق بيحصل نتيجة إن إحنا بنتناقل أحاديث ليس لها صحة، م- أو حتى ممكن تكون حديث وحصل بس م. غلطة، ما يجراش حاجة. انها مش معقول كل حاجه نكبرها ونحجمها، وده هيعمل وده هيترك وده الناس لازم تتلطف مع بعض وتهدى على بعض. وحتى لما الزوجه تيجي تشتكي، الام توسط الحكايه. م- الزوج يروح يشتكي لمامته من زوجته، الام تبسط له الحكايه. انا بتكلم عن الام ليه؟ انها الست العاطفيه اللي بتغير على بنتها او ابنها. م. حاولي تتناول الامر بعقلانيه اكتر. كده كده ربنا اصلا بيجيب حق المظلوم، يعني انت لو انت ظالم، يعني هو لو انت مظلوم ربنا هيجيب لك حقك، حتى لو ايه، فالواحد ان هو يعفو ويصفح احسن بكتير. طيب ولو الانسان المظلوم ده ما بانش حقه في الدنيا ومات وهو مظلوم، تفتكر هيبقى ايه؟ هيبقى في الجنه. اكيد طبعا. يعني خلاص سيبوها لله. بس برضو ما نبقاش سلبيين. لا مش في فرق بين السلبية وبين سبحان الله أنا مظلوم وفي ناس كتير ماتوا مظلومين، احنا عارفين ناس كتير صح. وهم مظلومين. هل دول ايه راحوا فين دول؟ دول خلاص الحمد لله هيزلوا مكان في الجنة إن شاء الله م. بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعني. فأقصد أقول لك يعني نترك يعني نتعامل مع ربنا اه ونتعلم صح. من رسولنا الكريم وزوجاته والسلام. أمهات المؤمنين اللي كانوا علمونا دروس ودروس ودروس، نتعلم منهم. م. ازاي كانوا صابرين، ازاي ستنا خديجة ضحت بكل مالها، ستنا عائشة عاشت العمر كله تخدم الدين. طيب آخر حاجة بقى هنتكلم فيها، سيدة عائشة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقت فقيهة، بقى كل الصحابة وكل الناس بيسألوها، نقلت عن علمه كتير وحفظت عنه أحاديث كتيرة جدا جدا، وده كان زي ما حضرتك قلتي في الأول خالص ده لسبب معين إن هي اتجوزها حكمة صغيرة. ايوه الحكمة اللي ربنا سبحانه ده وتعالى حكمة. انها تبقى سنها صغير عشان تنقل عنه بأطول فترة ممكنة بعد وفاته، عشان الدين كان لسه في بداياته، فكان لازم حد يؤسس هذا الدين يكون عاش الرسول عليه الصلاة والسلام استوسم. وينقل عنه، وكانت أمينة في رواياته، م- وكان الناس كلها بتتكلم عنها كلام جميل قوي. يعني أبو موسى الأشعري قال لو وجدنا حديثا صعبا ولم نجد له تفسير وسألنا عنه ستنا عائشة لوجدنا عندها علما. قال عنها عروة بن الزبير بن العوام: ما رأيت أحد أعلم بالحلال والحرام والشعر
والطب أكثر من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عطاء بن رباح إنها من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. لأن أبو موسى الأشعري قال كلمة جميلة جدا: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بن ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، ولكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مم. وده معناها إنها كانت زوجة مميزة بذكائها بفقهها باهتمامها بالدين. ما كانتش زوجة وبتلعب وبتاكل وبتشرب وبس، لا، دي كانت متعلمة وبتتعلم وتتفقه. مم. والدليل إنها فضلت الفقيهة والمفتية مم. في خلافة سيدنا أبو بكر وخلافة سيدنا عمر بن الخطاب وخلافة سيدنا عثمان بن عثمان. عفان، فأخذوا عنها من ده بيخلي الواحد يزعل لما يسمع الشيعة وكلامهم عن السيدة عائشة، وإن هم ماسكين حديث الإفك ده باتهامات كتيرة جدا السيدة عائشة بكل ما فيها يعني. اعرفي يا نور ان احنا مش لازم نزعل من الكلام ده. مم. احنا نزعل منه بس ما نزعلش انه بيحصل، مم. لانه قوة الدين الاسلامي مم. من قوته الناس بتدور له على اي حاجة ولو بالافتراء، وهذا يدلنا على قوة الدين مش ضعفه. صح. فاحنا نفخر بديننا ونفخر برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونفخر بأمهات المؤمنين اللي علمونا وبنتعلم منهم، والصحابيات الكثيرات والصحابيين اللي احنا يعني دروس قدامنا. فسبحان الله احنا ديننا جميل وبناخد منه كل جميل. كنت بس عايزة أقول آخر حاجة، نقطة إن لو هنتعلم حاجة من سيدنا خديجة فإن هي كانت سيدة اه. أعمال جميلة وحكيمة، ما كانتش حد مستهلك، بالعكس هي كانت حد أخذت الفلوس بتاعت جوزها بعد ما توفى وبدأت إن هي تكبرها وكده، من غير ما يدعي أنوثتها، من غير ما تقلل من نفسها. وفي نفس الوقت ستنا عائشة بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم توفى أخذت العلم وبدأت إن هي تكبره وبدأت إن هي تعلمه للناس. فده نموذج لاتنين من أمهات المسلمين، لو كل واحدة مننا يعني أخدتها قدوة ليها احنا هنبقى في حتة تانية. وده بيشاور لنا على ان دور الزوجة مع زوجها م- انها تبنيه معاه م- وتكمل معاه وتدعمه، وما تعملوش المشاكل وما تعملوش الطلبات اللي تعطله، بس هو كمان يكون بأمانة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هي لو عملت ده مع زوج آه، يعني معتبر ان امانتك وتدعيمك ليا ده اصل امر مفروض عليكي، وان انا اعمل بقى اللي انا عايزه، م- ما ده بيجرحها. صح. اذا انجرحت المرأة لن تعطي. وكمان بيقول يعني دي رسالة بتقولك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعش سيدة خديجة من إنها تشتغل، اشتغلي عادي. ابدا ابدا ابدا. وستنا عائشة ما منعهاش إن هي تعيش طفولتها وبعد كده بقى تاخد العلم بتاعه. فهو ما اه. منعش حد من حاجة، بالعكس هو لا، دعمهم الاتنين. بامانه يعني ان الواحد يتعلم منه كتير كزوج كزوج في الحالتين. م. يعني مع اختلاف خالص الزوجتين، لكن هو تعامل مع كل زوجة بما يليق بها وباحتياجاتها وباحتياجات أيوه. المرحلة. يعني الحقيقة أيوه. يعني كان في ذكاء عالي جدا في التعامل مع كل زوجة رغم الاختلاف الشديد اللي بينهم. كل اتنين زوج وزوجة بيعملوا مؤسسة فريدة من نوعها، م. ليس لها شبيه في العالم أبدا. هما م. الاتنين بيعملوا نموذج منفرد هي مش الفكرة في متكرر. المقارنات، يعني كل واحد تقعد تقارن، والله أنا جوزي بيعمل، جوزي ما بيعملش، جوزي بيعمل، فده بيعمل مشاكل أكتر. ده خطأ. اللي تقدري عليه انت ما تقدرش عليه هي، م. واللي يقدر عليه زوجك ما يقدرش عليه زوجها. هم كل اتنين يشكلوا حياتهم، يعملوا النموذج الفريد، م. الفريد من نوعه. مش لازم اكون انا شبه فلانة ولا فلانة شبهي، م. ولا زوجها يعمل اللي زوج صاحبتي بيعمله ابدا. م. ابدا. كل زوج له قدراته، كل زوج له احلامه، كل زوج له رؤيته، وكل زوجة لها تحملها، كل زوجة لها قدراتها، كل زوجة لها مهاراتها. اهم حاجة ان الاتنين يتعلموا يعملوا نموذج يرتاحوا فيه الاتنين، م. وكل واحد فعلا يتأكد ان الطرف الاخر مرتاح. لو الطرف الاخر مرتاح انا هكون مرتاح. البراعة من الرسول عليه الصلاة والسلام ان عرف يتعامل مع زوجتين هم ومع كل بقى زوجاته التانيين. احنا بنتكلم عن الزوجتين اللي اتكلمنا عنهم، مع اختلافهم الشديد، لكن عرف يستثمر قدرات كل واحدة فيهم صح. بحكمته طيب ولطفه. لو هنلخص بقى اللقاء دوت، رسائل للزوج ورسائل للزوجة، عايزين هنا ثلاثة وهنا ثلاثة عشان نختم. آه، آه،
في رأيي إنه على الزوج مم. أن يكون حكيم في قراراته. مم. لا تتسرع في قراراتك قبل ما تتأكد من كل بنود القرار. مم. نمرة اتنين، العطف والتعاطف والتعامل مع الزوجة بما تستطيعه، مم. وخدها زي ما قلت في أول الكلام، ابدأ من عندها هي ثم نمي. مم. وما تقللش من الحاجة احتياجاتها. أبدا، مم. واحترام احتياجاتها. مم. الحاجة الثالثة، تراحم حتى مع الخطأ. وده درس الترحم مهم جدا. عند الخطأ مش عند الصح. لما تغلط عايزة رحمة. الزوجة، ادعمي زوجك، كوني لطيفة مع زوجك واعملوا له جو جميل مرح. ما مم. يدخلش يعني يجي من مشاكل العمل يلاقي مشاكل في البيت هيهرب من البيت. فانتي اعملي له جو كويس، حتى لو عندك مشكلة اجلي الكلام فيها لغاية لما يرتاح واهدى واعصابه ترتاح، مم. وصيغي المشكلة مم. في اجمل طريقة ممكنة. مم. الحاجة التانية، تاني آه، حاجة وإيه لا هي يعني. لما حصل لها الظلم اللي حصل، مم. ما بقتش تقف قدامه وترد عليه وتقول له ودليلك ايه وتتهمني ازاي والكلام ده، ما صبرت مم. وتوكلت على الله. مم. النقطة الثالثة، مم. ان الزوجة تحاول تدعم زوجها في عمله بقدر امكانها، مم. بحيث انها بتدعمه في عمله، بتشاركه، بتحل معاه المشاكل، بتتناقش معاه، مم. بيبقى مصدر للراحة معاه، انه يتكلم معاه ويقول لها النقاط اللي قلقان منها، النقاط اللي تبقى بالنسبة له قوة، نقاط الضعف، بتشاركه بيشاركها. فهي أخذت منه العلم، وحقيقة أفادت الإسلام، لكن هي حقيقة دعمته. أنا مبسوطة جدا باللقاء دوت، وبتعلم منه والله كل مرة. وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن سيدة فاطمة، وهنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم الأب. يعني احنا بقالنا حلقتين بنشوفه كزوج، المرة الجاية إن شاء الله هنشوفه كأب، وهيعمل إيه مع السيدة فاطمة. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا ليكم. مع السلامة.